طاهرة، بدنا نقول لك صباح الخير من قلب مطار بيروت الدولي، وانت متجهة هلا الى مصر من بعدها على المغرب. بالضبط. ان شاء الله اليوم نعسانة؟ كتير. كتير نعسانة. طاهرة، بدنا اول شيء نقول لك الف مبروك على اللقب، والف مبروك على التتويج اللي حصلتي عليه من موقع خبر عاجل. خبرينا هيك شوي عن شعورك بالتتويج، وقد ايه كنتي سعيدة بهالحفل الضخم اللي تم ببيروت. اكيد طبعا الجمهور اللي كان متابع واللي شاف الصور شاف ابتسامتي وشاف انه انا وحس بفرحتي والسعادة اللي كانت طالعة من عيوني، انه انا كنت كتير فرحانة بهذا التتويج، وكنت كتير سعيدة وكتير مبسوطة. وكان كتير في كم من الصحافة مش طبيعي الحمد لله، وكان في كتير ناس من الفنانين أو غير الفنانين، مش بتشكرهم طبعا، وبتشكر موقع خبر عاجل، وبتشكر أستاذ زكريا فحام طبعا. إنه هو طبعا اللي كان معايا واقف جنبي في اختيار الفستان أو في اختيار أي شيء خاص بيا. بتشكروا إنه هو خلاني أكون من المرشحات من اللي كانوا بالستار أكاديمي. بتشكروا الجمهور اللي صوت لي واللي دعمني. ميرسي. طاهرة، طبعا نحن بدنا نوجه تحية لملك جمال ستار اكاديمي 2012 عبد السلام محمد من الكويت، اللي كمان ايضا حصل على اللقب، ولكن للاسف ما كان موجود بلبنان بسبب الاوضاع الامنية بلبنان. شو بتحب تقولي له كمان بهالمناسبة؟ بقول له هو ملك، واذا ما اخذش التاج انا رح اخبي له اياه. المره الجايه بياخذه ان شاء الله في حفل اكبر واضخم، لانه هو بيستاهل طبعا. وبارك طبعا لمحمد دقدور انه هو كمان وصيف وبيستاهل انه يكون ملك ووصيف. وبقول له مبروك. وكان الحفله كتير حلوه بوجود محمد دقدور او بوجود محمد القاق. طبعا بتشكروا انه هو اجى وغنى لإلي ولصديقه محمد دقدور. طبعا كانت كتير لفتة بالنسبة لإلنا، انه هو لفتة بالنسبة لإله انه يعملها لنا، بنتشكره. وبقول لعبد السلام انه هو عن جد رح اقول الكلام مرة ثانية انه هو ملك. طاهرة، هيك حسوكي الناس انك انت عروس كنت بهيدي الليله، خاصة انا هيك كمان لما قلت عم بشكر مصمم الازياء عزار بشموني اللي لبسك الفستان، قلت لبس العروس. حسيتي هالشعور هيدا؟ ايه صراحة حسيت نفسي عم بتزوج بس بدون عريس. يعني صراحة مع انه كل شيء كلهم كانوا لابسين بدل يعني، بس صراحة حسيت نفسي عروس، انه كلهم عم يتطلعوا. انه الفستان كان كتير حلو مع انه مش ابيض، بس عادي يعني. بس انه كلهم قالوا لي انه حتى بالصور في الفيسبوك او غيره كل الناس بتعلق انه مين هاي عروس، انه طاهرة تزوجت ما بعرف شو، فاسئله وكومنتات يعني ضحكتني يعني. بس شو بدي اقول لك، يعني هي الفرحه نفس الشيء، فانا كنت كثير سعيده. امتى حنشوفك عروس عن جد؟ لا لسه في مشوار مطولة. طويل. هلا زواجك مع الفن فينا نقول؟ بالضبط، بحب الفن وجمهوري. ومتزوجه مع الفن بالضبط. اكيد طبعا جمهوري بدون استثناء، مش جمهوري انا بقول اهلي يعني. طاهرة، طبعا بدنا نستغل الفرصة ونقول لك ألف مبروك على جائزة الميمك أفضل مطربة صاعدة. طبعا هيدا الشيء كمان كتير مهم إنك تحصلي على هالتكريم هيدا من مصر. كمان شو بتخبرينا هيك شعورك إنك إن حفلتين ورا بعضهم كنت بمصر تكرمتي ودغري جيت على لبنان توجتي. خبرينا عن هالتكريم، قد ايه كنت سعيدة وكيف معك نجوم كبار كمان بالتكريم. طبعا كنت فرحانه، وفرحه ما كانتش سيئتني الدنيا بالفرح انه انا فزت بجائزه الميما اوورد مع فنانين كبار مثل وائل جسار، وقعدت معه بنفس الطاوله لاني كنت كثير بحبه وكنت من المعجبين. فانا ما تخيلتش انه انا رح اقعد قدامه وانه نحكي وانه يغني لي لحالي، يعني انه شيء واو بصراحه يعني. خصوصا انه انا بحفظ كل الاغاني منه هو شخصيا، منه او من فنان فضل شاكر او غيره، بس انه الاكثر شيء منه. فهذا الشيء قلت له اياه، هو كثير انبسط طبعا. فكثير كنت مبسوطة بموجود رامي صبري، كان موجود لؤي، فنانين مصريين كثير كنت بحبهم وبسمع لهم أغانيهم. ففرحتي كانت كثير كبيرة إنه الجمهور المغربي والعربي هو اللي صوت لي وهو اللي خلاني إني أكون موجودة في هذاك اليوم. كمان بدنا نقول لك مبروك ثالثة لتوقيعك مع شركة بوز أيضا اللي حتهتم بالألبوم. خبرينا هيك كمان عن فرحتك بهالتوقيع مع الشركة وتحضيراتك للألبوم. ان شاء الله يعني كمان رح اقول لك فرحة كتير كبيرة ل3 اضعاف يعني. ف
الحمد لله يا رب انه الشركه كثير منيحه معايا، وكثير نحن سعيدين بهالتعامل اللي راح يصير بيناتنا، وكثير متحمسين، وكثير عندنا امل كثير كبير انه البومنا مش يعني ان شاء الله يا رب راح ينسمع في العالم كله وفي العالم العربي خصوصا، وان شاء الله يا رب انه يلاقي استحسان الجمهور انهم يحبوه ويشوفوا طاهره ويحبوها في كذا لون، ويحبوها في كل الاشكال اللي هي عم بتغنيها، لانه اول مره حيسمعوني غني ستايلات ممكن تكون غريبه، بس ان شاء الله ان شاء الله انه كم اغنيه حيضم؟ 14 اغنيه منوعين اكيد بين اللبناني والخليجي والمصري. 10 مصري ما شاء الله، واربعه منهم 2 مغربي، واحده لبناني وواحده خليجي. بس وحده لبنانيه بخيله؟ ايوه واحده خليجيه كمان. طاهرة كمان اكيد اللي احنا حنقول انه ان شاء الله بس عند صدور الالبوم حيكون في احتفالين، واحد بمصر وواحد بلبنان ان شاء الله. اكيد ان شاء الله توقيع طبعا اكيد ان شاء الله، وان شاء الله ليش ما يكونش كمان احتفال بالمغرب واحتفال بالخليج عادي. ايه طبعا لانه كمان في اغنيه خليجيه. طاهرة هلا متوجهه مباشره على المغرب، وعندك حفل ب8 الشهر، حفل خيري، خبرينا لتحضيراتك للحفل، قديش انت سعيده عم تشاركي بهيك حفل؟ صراحه انا مش متحمسه كثير للحفلات، انه اعمل حفلات وغني وهيك، يعني اكثر ما انه بتحمس لما بيكون حفل خيري عن جد، لانه انا حلمي الكبير انه انا اغني اول مره على مسرح وعلى خشبه، ويجوا عندي الجمهور لحتى يسمعوا طاهره واغاني طاهره، هذا حلمي، وهذا ان شاء الله راح يتحقق لما يطلع البومي والناس تيجي تدفع تيكت، او من غير ما تدفع طبعا. ممكن انا اعمل حفله لانطلاق البومي ببلاش، ليش لا؟ مش مساله انه يدفعوا، بس انه يجوا الناس لحتى يسمعوا طاهره واغاني طاهره، هيدا اللي بيهمني. بس انه فرحت كثير لما تجيني حفله خيريه، كثير بنبسط طبعا، يعني هذا فرحتي الكبيره انه تكون حفله خيريه. حلو. طيب على كل حال احنا بدنا نقول لك الف مبروك على كل شيء حصلت عليه، بتمنى لك المزيد من النجاح والتألق والاستمرار، ونحن حنشتاق لك كثير. جيتي على لبنان كأنك هيك بيوم واحد قعدتي بلبنان. وبدنا منك اخر كلمه، شو بتحبي تقولي لكل جمهورك اللي صوت لك وكل جمهورك اللي واقف معك، وما شاء الله صفحتك كل يوم عن يوم عم بتزيد اعداد للفانز، شو بتحبي تقولي لنا عبر موقع خبر عاجل؟ بغيت نقول لهم انه يا رب يدوم علينا هالعشره وهالحب وهالاخلاص والثقه، انهم واثقين فيا انه انا رح امثلهم ورح امثلهم كثير منيح، وانه تعبهم مش رح يروح على الفاضي، وانه رح ضل طاهره دائما، ورح ضلني الانسان اسم على مسمى ان شاء الله، طبعا ان شاء الله، ومش رح اتغير ابدا 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 عليهم، ولا رح احسسهم انه انا رح اتغير ولا شيء، ولا شوي ولا ربع. شو رح تعملي بالتاج؟ التاج لا، التاج رح اعمله هيك انه ما بعرف، بس انه رح فكر. حبيتي الفكره طاهره؟ انه كثير الناس استغربوا وقالوا انه فكره جديده ما حدا عملها، يعني أكيد. فكر انه يعمل تتويج لملكه جمال وملك جمال ستار اكاديمي ويعمل تصويت، فكره جديده. انه كان في مسابقه مثل هيك بستار اكاديمي بقلب البرنامج، بقلب البرنامج، فانا يعني انه عادي، بس انه ما بعرف، انا بصراحه مش فاكره مين اللي فاز، الملكه او الملك، بس انه عن جد نحن كنا ملوك باخلاقنا وبذكائنا وبالاشياء اللي احنا بنقدمها لمجتمعنا، او للاشياء اللي احنا بنقدمها للشيء اللي احنا بنعرفه، او اللي احنا بنعرف انه احنا نشتغل فيه او نعمله. فالحمد لله يا رب، انا بعتبر نفسي ملكه بحب الجمهور، ملكه بالشيء اللي انا بثق فيه، انه انا رح اوصل رسالتي صح. هيدا الشيء اللي انا بعتبر انا ملكه فيه، والحمد لله يا رب انه الجمهور دائما واقف جنبي، وهو اللي يخليني اني اكون ملكه، وانا بكتفي انه انا اكون ملكه في عيونهم. بس طاهرة قبل ما نودعك وطبعا حتكوني موجوده دائما بقلبنا، شو اخر كلمه تحبي تقوليها لموقع خبر عاجل وكل قراء موقع خبر عاجل؟ بحب اقول لهم انه عن جد موقع يضم اي شيء ممكن هم يحبوا انه يقروه او يسمعوه او يشوفوه، كل شيء، يعني انه انا بصراحه يعني انه انا دائما بحب انه اعرف اخباري من هونيك، لانه بتكون تفاصيل، بتكون كثير اشياء انه فيها مصداقيه، ما بيكونش في صراحه، يعني انه في مواقع انه بتقول اي شيء او حيلا شيء بس لحتى الجمهور انه يدخل ويقراها، بس لا، موقع خبر عاجل عنده شيء خاص فيه، انه هو لحاله في جمهور بتيجي بتدخل عليه وبتتفرج عليه، والحمد لله في يعني بتتفرج لانه عم بتحس انه ايه، هيدا الشيء صح، هيدا الشيء موجود. هلا بعض منهم حيقولوا عم تجاملينا كثير. لا، مش عم بجامل، انا عم بقول الحقيقه وعم بقول الواقع، والجمهور اللي بيعرف طاهره منيح عارف انه طاهره ما بتكذبش، انه بتقول الصراحه. طاهرة بما انه انت على ارض لبنان وبمطار بيروت الدولي، طبعا فيروز عزيزة علينا، بدنا نودعك ونختم بهيك اذا بدك مقطع صغير لفيروز. مقطع صغير
صراحة فاجأتني، ما كنتش محضرة قبل. طيب نغني لفيروز أكيد. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك. بعد شايف السما شو بعيد، وبعد السما بحبك، وكبر البحر وبعدت السما يا حبيبي يا حبيبي، وأنا لسه بحبك. ميرسي. سلم على التيم.